ازيكم كل المتابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم برابع وصفه من نواعم العيد. طبعا لسه معانا كمان الصابليه وهنعمل النهارده البيتيفور بطريقه سهله جدا جدا وبطريقه بسيطه. بيتيفور كده سبيشيال، حاجه كده بصوا فوق الجمال كده بجد، حاجه كده تحفه دايبه دوبان وطعمها حلو جدا جدا. اقول لكم كل حاجه في قلب الفيديو، بس يا ريت لو انتي اول مره تشوفيني او مره تشوفي القناه بتاعتي يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني، عشان طبعا توصلي للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي والحاجة الحلوة اللي انتوا شايفينها زي المحلات واحلى كمان. تحداكي كمان لو انت بتجيبي حاجة زي دي من المحلات تطلع بالجمال اللي انت هتعمليه في بيتك، وانت طبعا اللي عاملة كل حاجة، وتطلعي نفس بصوا الشغل بتاع المحلات بالظبط بحاجات بسيطة خالص. هتقدري ان انت تعمليها في البيت بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة. تابعي معايا الفيديو للآخر وتعالوا بقى نخش على التفاصيل بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه النهاردة. بصوا يا بنات، انا بستخدم زبدة فرن. طبعا في ناس كتير بيقولوا ان الزبدة مضروبة اليومين دولت، فانتوا تاخدوا بالكم من الموضوع ده، ولازم تجيبوا من مكان يكون موثوق منه. اول حاجة معايا كيلو دقيق. انا بستخدم سنبلة الفرات ده للكحك والبسكوت، بوتيفور، صابليه، غريبة، كل حاجة انا بستخدم الدقيق ده. فيك بقى ان انت تجيبي من مكان من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدام، بس اهم حاجة يكون من مكان موثوق فيه. تمام كده. معايا كمان 750 جرام من الزبدة. طب أنا دلوقتي عايزة استخدم زبدة على سمنة. ممكن تستخدمي 500 زبدة و250 سمنة، وممكن تستخدمي زبدة كلها. تمام. أنا مستخدمة طبعا 750 جرام من الزبدة، ومعايا كيلو دقيق سنبلة الفرات، معايا كمان بيضتين كاملين، ومعايا 2 صفار بيضة. تمام. عشان طبعا يكون البيتفور بتاعك دايب وطعمه حلو. معايا كمان 300 جرام من السكر بودر، وحابة ان انتي مثلا تخليه 200 او 250 طبعا حسب الرغبة. انا حاطة 300 جرام من السكر. وخدوا بالكم كمان لان لسه هيتزين ولسه هيبقى فيه هيتضاف اليه شوكولاتات، يعني هيبقى مسكر كمان عن ال 300 جرام. خلاص. معايا بقى فانيليا عشان طبعا البيض، ومعايا كمان قصنص برتقال. حابة تضيفي قصنص البرتقال عادي مفيش مشكلة، مش حابة تضيفيه عادي برضو مفيش مشكلة. خلاص. تكتفي بس بالفانيليا سواء سايلة سواء بودر، مفيش مشكلة يعني. زي ما انا قلت لك كده، كيلو دقيق، 750 جرام من الزبدة، 300 جرام من السكر، 4 بيض، 2 بيضة كاملة بالبياض بتاعها، و2 صفار بيضة. تمام. ومعايا الفانيليا او اسانس البرتقال حسب طبعا الرغبة. عندك عجان هيسهل معاكي الامور وهيسهل معاكي الدنيا. هتحطي الزبدة مع السكر عشان طبعا لونهم مفتحي جدا وتوصل تبقى كريمية كده. خلاص. ولازم طبعا تكوني طحنة السكر البودر عندك في البيت. انا بصراحة مش بجيبه من بره، لان بره بيبقى مضاف اليه نشا وحاجات من دي، فانا بصراحة بجيبه من عندنا. انا بعمله انا في المطحنة بتاعت الخلاط بتاعتي العادية خالص، وبنخله بمصفى تكون ضيقة شوية، وعادي بستخدمه من عندي يعني. خلاص. بافضل بقى ان انا اضرب فيه زي ما انتم شايفين كده لغاية ما القوام بتاعي يبقى كريمي خالص. ابدأ ان انا انزل بالبيض بيضة بيضة. طب انا دلوقتي ما عنديش عجان وحابه ان انا اعمل بيتيفور او حابه ان انا اعمل نواعم العيد وكده. كل فيديو بقول لكم ان احنا كنا زمان ما كانش عندنا عجانات وكنا بنشتغل على ايدينا عادي. ممكن تعملي وصفه الزبده بالسكر على ايدك عادي مفيش مشكله، او لو عندك مضرب كهربائي اللي هو اليدوي ده يعني هو كهربائي بس بتمسكي المضرب بايدك، فهياخد معاكي وقت شويه عادي مفيش مشكله. طب انا ما عنديش مضرب كهربائي ولا عندي عجان، بتعملي بايدك خالص، بس هتاخد معاكي وقت لغايه ما يطلع بالنتيجه وكده. طبعا لما نزلت البيض بيضة بيضة وخلصت وكده، بعد ما بحط البيض بضيف الدقيق على طول. طبعا مفيش لبن مفيش اي حاجة خالص اكتر من الدقيق والزبدة والسكر والبيض والفانيليا بس. بنزل طبعا الدقيق، ويدوبك بس العجان بس بيلف كده او بيدوب الدقيق بس مع الزبدة كده وخلاص. تمام كده. شكرا، ما عادش محتاجة اي حاجة. معايا بقى التبات بتاعتي البيتفور بتاعتي عندي 6 اف تي. تمام. عشان بس الناس اللي بيسألوني وكده، في اتنين 6 اف تي اللي هي السنان بتاعتها بتبقى داخلة لجوه شوية، والسنان بتاعتها بتبقى ايه واقفة كده. خلاص. فانا هستخدم الاتنين معاكم. خلاص. فانا جبت كيسين حلواني، فحطيت الاول العجينة بتاعتي من غير اي بلبلة خالص، ودخلته في كيس بس فيه البلبلة، بحيث ان انا لما اكون حابة ان انا اغير الشكل بتاعي اغير الشكل بتاعي وما يكونش فيه اي صعوبة يعني.
خلاص هبتدي بقى ان انا اعمل الفورمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، ولو في حاجه مش عاجباكي بتشيليها عادي بكل سهوله وبترجعي تاني تشكلي عادي. خلاص، ولازم طبعا تكون ايديكي مظبوطه في في مسكة الكيس بتاعك، بحيث ان كل الوردات كلها تطلع زي بعضها، بحيث ان انت لما تيجي طبعا تلزقي ال- البوتفور بتاعك يكون يعني كل رسمة قد بعضها كده، او كل بوتفورة قد التانية. خلاص. اما تيجي طبعا تحطي في الكيس الحلواني بتاعك عجين، ما تبقيش تملي الكيس قوي عشان طبعا ايدك واعصاب ايدك وكده، فلازم يعني يكون شويه كده، وتبداي ان انت من نص او من ربع الكيس كده من تحت يبقى فيه عجين، وتمسكيه بالراحه كده وتضغطي ضغطه بسيطه كده، تيجي تبصي تلاقي الشكل اتعمل معاكي وايدك طبعا مش تعباك وكده. خلاص. زي ما انتم شايفين حاجه كده بسيطه وحاجه حلوه جدا. خلاص. هاجيب بقى السجان بتاعتي وابدا ان انا اعمل الاشكال بتاعتي. عايزه اقول لكم ان كل البوتفور كيلو دي بيطلع معاكي ممكن لو من غير تزيين هطلع معاكي 2 كيلو، 2 كيلو 100 او 2 كيلو. تمام. لو انت طبعا مقلله السكر. لو انت بقى هتزيني التزيين اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو هيطلع معاكي تقريبا كده ممكن من 2 كيلو ل2 كيلو ونص، 2 كيلو 400 جرام، لان هيبقى فيه طبعا شوكولاتات، هيبقى فيه مثلا مكسرات على وش البيتوفور. فهي الحاجات دي كلها بتوزن. ف حسب طبعا ما انتي هتزيني. في ناس بتبقى حابة البيتوفور كده زي ما انتوا شايفين، زي اللي احنا بنعمله كده في الصاج بالظبط. في ناس ما بتحبش طبعا البيتوفور يكون محشي زي ما انتوا شايفين اول الفيديو. فطبعا كل واحد ليه اللي هو عايزه او اللي هو حبه. خلاص. عايزه اقول لكم ان انا زعلانه ان مفيش تفاعل على الفيديوهات دي. عايزه اقول لكم ان الفيديوهات دي والله العظيم حلوه جدا ومفيده جدا لاي طبعا حد عايز يحب يعمل بوتفور بسكوت كحك وريبه. وده كمان شكل القوقعة، لان انا ما كنتش جبته معاكم في التشكيل نفس التب اللي انا مستخدماه. عايزه اقول لك ان شكل القوقعة دي حلوه جدا جدا في التزيين وفي التشكيل كمان يعني. خلاص كده. انا بس بوريكم التسوية بتاعت البيتوفور، وعايزة اقولك طريقة سهلة جدا جدا كمان لو انتي هتزيني البيتوفور او هتحشي البيتوفور. بس هقولك على حاجة، لو انتي مثلا بتطلعي اوردرات وكده وبتشتغلي من دلوقتي لغاية العيد، فما تحشيش البيتوفور بتاعك مربى. هو اساس اصلا حشي البيتوفور مربى. خلاص. بس هي يعني ايه، بصوا هيرطب معاكم بسرعة جدا. لكن انت طبعا لو انت عندك اوردرات وكده يعني هتعملي بقى البيتوفور او تعملي كمية، بحيث طبعا تسلمي الشغل بتاعك قبل العيد وكده. فاحسن ان انت تحشيه شوكولاتة عشان مرطبش منك بسهولة يعني. فبتقلبي بقى البيتفوراية كده، كل البيتفور كده بتقلبيه زي ما انتم شايفين، والشوكولاتة وتحط التانية عليها على طول. متاخدش وقت معاكي، بتبقى بصوا ممكن تزيني او ممكن تحشي كده يجي 3 كيلو بيتفور وانت قاعدة في ثانية كده. خلاص. انا بس بوريكم ان انا حشيت كمية، والكمية دي سايباها زي ما هي، بس هوريكم انا بحشي ازاي زي ما انتم شايفين كده. حط الشوكولاتة والقطعة التانية، ولازم طبعا زي ما قلت لك ان ايدك تكون متساوية بين كل واحدة وواحدة، بحيث ان هي لما تيجي تحطهم الاتنين على بعض يكونوا متساويين كده. خلاص، ما يبقاش حته واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. بجيب بقى مفرش اللي هو المناديل اللي احنا بنفرشها تحت الكحك والبسكوت وكده، وهبدأ ان انا اجيب الشوكولاتات بتاعتي واعمل بقى اطعم وكده. طب هنعمل الاطعم ازاي؟ انا بجيب شوكولاته بيضه زي ما انتم شايفين كده، بسيحها على حمام بخار مائي عادي جدا، وابدا بقى ان انا اجيب الاطعم اللي انا حابه ان انا اعمل بيها. تمام. بعد ما انا جبت الشوكولاته هجيب بقى معلقه بيستاشيو وانزلها على الشوكولاته. طبعا الشوكولاته عشان سخنه، البيستاشيو بقى او النوتيلا او الشوكولاته اي طعم انت حباه هيدوب معاكي بسرعه كده. لو انتم شايفين كده بقلبها كويس جدا جدا، وابدا ان انا ازين البوتفور بتاعي زي ما انا قلت لك. طبعا اي اطعم انت عايزاه. خلاص. حابه بقى تعملي كندر، حابه تعملي وايت شوكليت، حابه تعملي شوكولاته، تعملي نوتيلا بالبندق، اي طعم انت عايزاه. وعايزه اقولك ان الحاجات دي بتبهر الناس جدا وبتدي برضو طعم حلو. خلاص. كان عندي بقى فستق
عايزة أقول لكم إن الفستق ده أنا كنت عند ناس أصحابي جايين من برّه وكده، فبعدين قُلت لهم هُم بصراحة جايبين لنا الضيافة بتاعتنا فستق بقى ولوز وعين جمل وكلام من ده، فقُلت لهم: "لأ الفستق ده يلزمني، أنا عندي النهارده كنت عاملة البيتي فور أقسم بالله زي ما باقول لِك كده." أولًا المحل اللي أنا باشتري منه عنده الفستق وعنده اللوز وعنده كل حاجة، كنت جايبة بندق وكنت جايبة لوز بس ما جبتش فستق بصراحة يعني. قُلت لهم: "لأ، الفستق ده يلزمني لإن أنا عندي عاملة بيتيفور ولسه ما زينتوش وكده." قال: "تمام." وادّوا له بتاع الفستق وزيّنت بيه، تمام التمام وعدّينا المرحلة بتاعة التزيين بتاعتنا وكده، خلاص كده. فأنتِ مش حابة طبعًا تحطّي الفستق ده، أنتم عارفين إن الفستق غالي يعني، فمش حابة إن أنتِ تحطّيه عادي ما فيش مشكلة، بس عايزة أقول لِك إن هُم بُصّوا يعني شوية صغنّنين خالص ما يجيش 10 حبّات كده تعمليهم هتزيّني بيهم البيتيفور بتاعِك. خلاص ما فيش عندِك بقى بيستاشيو ولا مكسرات زيّني بقى بشوكولاتة بيضا، شوكولاتة غامقة، أي حاجة، أي تزيين عندِك أنتِ حاباه اعمليه، ما فيش أي مشكلة يعني مش هنقف الدنيا مش هتقف على تزيين واحد يعني، خلاص مش زي التزيين اللي أنا باعمله حابة إن أنتِ تعمليه بالضبط ومش موجود عندِك، لأ اعملي بالمتاح عندِك، خلاص وهيطلع برضك حاجات شكلها حلو وحلوة يعني. دلوقتي برضك أنا هاعمل كمان بزبدة اللوتس، هنجيب شوكولاتة بيضا ونعمل زبدة لوتس، هنعمل عليها لوز وشوية حاجات كده وبندق كمان برضه نخلي التزيين بتاعنا شكله حلو بحيث ان انت لما تيجي تطلعي الاوردرات بتاعتك تبقى الاوردرات بتاعتك شكلها شيك وشكلها حلوة وفي نفس الوقت طعمها احلى كمان يعني. وده كان الشكل النهائي بعد طبعا ما عملنا البيتيفور بتاعنا وزيناه بالتزيين اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده سبيشال، حاجة حلوة جدًا، طعمها كمان حلو أوي، وطبعًا الحاجة اللي بتتعمل بالزبدة بتبقى طعمها حلو وبتبقى خفيفة عن طبعًا السمنة. في بيتيفور بيتعمل بالسمنة وإن شاء الله ممكن أبقى أعمله لكم بالسمنة لو أنتم حابين، لو أنتم حابين إن أنا أعمله لكم بالسمنة ممكن تنزلوا لي تكتبوا لي في الكومنتات أعمله لكم إن شاء الله بالسمنة. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك يا ريت أهم حاجة اللايك وكومنت جميل منكم تقولوا لي بتتابعيني منين، أشوفكم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.